ازيكم يا جماعة؟ معلش غبت عنكم يومين، ولكن الواحد مشغول بيتابع الاحتفالات والافراح والليالي الملاح احتفالا بنادي الزمالك. 3 4 حلقات ابراهيم فايق، 3 4 حلقات هاني حتحوت، وكل الناس عماله تحتفل بيهم، وسيف زاهر وحتى احمد شوبير الاهلاوي بيحتفل بيهم. الف مبروك لنادي الزمالك الفوز بدوري. محمود وفا اللي مضايق احمد مجاهد، وطالع في البرنامج يقول مش محمود وفا اللي ادى الدوري للاهلي، ولكن هل محمود وفا هو اللي جاب كاموش، وهو اللي جاب لعيبه ملهاش لازمه، هو اللي جاب بريرا ويسترب؟ هو ما جابهمش، بس هو اللي ما حسبش ضربه الجزاء اللي لو كانت اتحسبت كان ممكن ناخد الدوري. والموضوع مش موضوع دوري، انت ضيعت مني ملايين ان انا مش هلعب في بطوله افريقيا اللي انت هتدي الرخصه لنادي الزمالك من فلوس الشعب المصري، الفلوس اللي المفروض تتصرف على الكهرباء والادويه والتعليم هتتطبخ عشان نادي الزمالك. واللي بيحبوا نادي الزمالك اللي بينهم مسؤول كبير كان بيقول للزمالك رب يحميه. والصراحة انا مش متخيل الكلام اللي بيتقال يا جدعان، يعني مبروك للزمالك ولو كره الكافرون، وللزمالك رب يحميه. بقينا نتكفر بعد ما كنا نادي الدولة، وبعد ما كنا نادي الماسونية ونادي الفساد. الليفل وصل معاهم لاعلى حد، وتيجي تكلمهم دماغهم في البلاله يا باشا. كل ما تيجي تكلم حد زملكاوي بيتكلموا وش لوش. ضايعين ليه؟ لان هم بيصدقوا التايم لاين بتاعهم، وبالتالي دلوقتي في العهد ده، في الزمن ده، احنا المفروض نطبطب على الاقليه علشان نغيظ الاغلبيه. مش الشعب بقى ينام مبسوط، مش الشعب ينام مبسوط. احمد عفيفي والفلسفه الفارغه بتاعته اللي بيقولها في البوست اللي اتكلم فيه الاخير، وما قلتوش بقى، ما كنتش لحقته في الفيديو اللي فات، وهو بيقول لك ايه؟ ما حدش يقول لي مبروك. مش هنقول لك مبروك يا حبيبي، مش هنقول لك مبروك. انت نظريه احمد عفيفي اللي هو ان الدوله بتستخدم نادي الزمالك، بجيب من الاخر، الدوله بتستخدم نادي الزمالك عشان يبقى هو العفريت اللي بيخوف الاهلاويه. فلما الاهلي يخسر الدوري سنه ويكسبه السنه اللي وراها يقول لك الاهلاويه ايوه كسبنا رغم مش عارف ايه. طب ما تتكلم في سياسه يا احمد، طالما انت شجاع قوي كده. بتستفيد ليه من الدوله وعلى حس ان معارفك بتروح تشتغل في السعوديه وتعمل الافات وملايين؟ طالما انت راجل ثوراجي قوي كده، ما تستفيد يا حبيبي من الدوله. طب ما كان اولى بالدوله تخليني العب افريقيا، كان اولى من الدوله تنزل لي الزمالك درجه تانية من زمان بدل الترسانه. انا مش فاهم. ونخش برضو في الجدل البيزنطي ان اخر 6 سنين الزمالك خد الدوري 3 مرات والاهلي خده 3 مرات، يعني انت ادي. ومنهم مره الاهلي خده بالفيفا. هو يقول لك مش بالفيفا، يقول لك لا بتطبيق اللائحه. انت عارف بقى القصه دي اتكلمنا فيها كتير. ما يقولكش مثلا ان انا مش عايز العبك بحكام اجانب وتمسكت بالتحكيم المصري. الزمالك فاز باخر 3 بطولات بالدوري، لو في حد بيراقب من مره، بالتحكيم. وبعدين يا اخي من غير الفار انت لعبت، طلعت تالت 3 مرات، ولعبت كونفدراليه 3 سنين. فيعني يا ريت تبص لها من كل الجوانب، ما تنقيش اللقطه اللي انت عايزها. رغم كده ان انت كسبت الدوري برضه بالحكام. علشان كده الشعبيه الطاغيه كانت وستظل وستكون للنادي الاهلي. طبعا ده هيضايق الزملكاويه، يقول لك علشان الاهلاويه ما بيفهموش في الكوره. الحمد لله يا باشا ان فهمنا في الكوره زي ما هو كده، عشان كده احنا متفوقين. وده يرجعنا للحرب اللي عماله اللي دايره على حسام حسن. وانا قلت لكم من زمان، من قبل حسام حسن، ايه الزملكاويه خصوصا بعد جيل التسعينات معظمهم ما بيشجعش منتخب مصر، لان هم دول اللي طلعوا على خالد الغندور والفخراني. وعلى طول الزمالك مظلوم في اي حاجه، رغم ان دي بص حقبه تاريخيه ليهم. الزمالك عمره فاز بهذا الكم من البطولات في الفتره دي في تاريخه كله، الا ان هم كل مره بيتعاملوا معاك ان هم مظلومين واحنا بنزحف على الارض. ورغم فك القيد، ورغم ان انا حرامي، هو بيفتخر ان هو حرامي، هو عشان هو ما ترباش في الزمالك على القيم والمبادئ ولا على الحلال ولا الحرام اصلا. انما هو باصص لك انت، هو باصص لك انت. فما بيشجعوش حسام حسن عشان ما خدش مصطفى محمد، لا. فطبعا هو لازم يوجد لك مبرر ليه مش هيشجع المنتخب. واللي يقول لك ان المنتخب ما حدش يربط المنتخب بالوطنيه. ووليد حسن اللاعب المصري تقريبا الزملكاوي يقول لك ايه؟ انا لو هتيجي على ايه بسبب ظلم حسام حسن هشجع تل ابيب. ما تشجعوا تل ابيب. كان زمان يقول لك ايه؟ لو الاهلي لاعب تل ابيب اشجع تل ابيب. دلوقتي لو المنتخب لاعب تل ابيب اشجع تل ابيب. عايزك تملي عينيك يا لو زيزو بيلعب في المنتخب، وتريزيجيه بيلعب في المنتخب، وامام عاشور بيلعب في المنتخب، وشوبير ولا الشناوي جون المنتخب. مش عايزك تشجع المنتخب. خلي الحساله، خلي السرطان ينفصل عن الجسم.
ده ما يمنعش ان في زملكاويه محترمين هيشجعوا المنتخب، ولو المنتخب حقق اي انجاز مش عايزك تنزل تزيد معانا، مش عايزك تنزل تزيد معانا، لان انتوا مين هيحاسبكم؟ منتخب مين؟ انتوا اصلا من ايام الجوهري لما اخد كان في مجله الزمالك شتمتوا الجوهري عشان بيجامل لعيبه الاهلي. هو نفس المرض. الموضوع ملوش علاقه بدلوقتي ولا قدام، هو نفس المرض. اساطير من ورق، اساطير من ورق عمرهم ما شجعوا منتخب حسن شحاته. المرضى منهم قال لك ده منتخب الاهلي. عمرهم ما شجعوا منتخب الجوهري عشان ما اخدش جمال عبد الحميد. المرضى منهم وقتهم، لكن دلوقتي المرضى بقت مساحتهم اكبر وبيعملوا اساطير ما يستحقوش يبقوا اساطير. شبه شيكابالا اللي محمود علاء مدافع نادي الاتحاد السكندري جاب 51 هدف وتساوى معاه في عدد الاهداف. شيكابالا لعب ربع قرن بيلعب في الكره المصريه، ربع قرن بيلعب في الدوري المصري، جايب 51 هدف بس. وده مش مدافع ولا نص ملعب، ده لاعب مهاجم، ده وينج. ده مفيش مدرب الا لما كان بيلعبه عافيه، ده كان ناقص يبنوا له صنم شيكابالا. وده يوريك الفرق بين عقليتك وعقليتهم. شيكابالا اللي يقول لك ده لو كان احترف في برشلونه كان بقى شبه ميسي، لو كان اتوفر له اللي اتوفر لبرشلونه لميسي كان بقى شبه ميسي. طب ما هو احترف في اليونان واحترف في البرتغال وما نجحش، ما نجحش في اي فريق لعب فيه. شيكابالا لم ينجح في اي فريق يلعب فيه، لم ينجح في اي منتخب يلعب فيه. ده لاعب عن بص هيعمل لك كوره حلوه وتقول ومش عارف ايه. عشان كده لما هيروح احمد عبد القادر هيخلوه احرف من الخطيب وابو تريكه، لان احمد عبد القادر فعلا احرف من اي لعيب موجود عندهم، بما فيهم بزيرة اللي بيقولوا عليه ده، بما فيهم بزيرة اللي بيقولوا عليه ده. ناس ولا بتفهم في الكوره ولا بتفهم في الاخلاق. كان لازم نطلع نتكلم. هو تقريبا نفس المواضيع، لان هم ما بيسكتوش، هم ما بيسكتوش. نادي بسبب نشأته لخدمة الاحتلال الانجليزي لمصر طلع جمهوره مشوه نفسيا. عشان كده ما تلاقوش دايما يتكلموا على اسباب نشأة الاهلي والزمالك في الاعلام. مش هتلاقي زي ما في الاعلام ما بيتكلموش على كل التجاوزات. هل سمعت ابراهيم فايق بيتكلم على عمرو الجنايني لما قال ولو كره الكافرون؟ هل سمعت احمد شوبير بيتكلم مثلا على طارق السيد وهو بيقول على احمد بلال مش عايز اشوف وش اهلك تاني؟ كل ده بيتقال على الشاشه. هو ده اللي الدوله عايزاه. ليه؟ لان كتير من رجال الدوله الكبار بيشجعوا نادي الزمالك وبيشعروا بنفس شعور جمهور نادي الزمالك، وهم كل اللي بيعملوه ان هم فاهمين ان الاغلبيه اهلاويه، خليهم كده ساكتين. لكن بقى كفايه بقى، لازم بقى نعمل توازن. عمرك ما هتعمل توازن، عمرك ما هتزود شعبيه الزمالك بالاداء البطيخي اللي انت بتعمله ده. نادي معهوش فلوس في ثانيه. قضيه ايه مش عارف في الضرايب اتحلت دلوقتي قبل فك القيد باسبوعين، تمام. وفجاه الابلكيشن هيدخل لنا ملايين وفكنا اول حاله قيد بفلوس الابلكيشن. هم هيقعدوا ويقول لك غسيل الاموال. ده بقى غسيل الاموال. يقول لك غسيل الاموال والعرجاني ودم الفلسطينيين. دم الفلسطينيين مين يا ابني؟ ما تتكسف على دمك وروح مد رجلك في غزه وروح اسالهم مين النادي الوحيد اللي دخل قافله لمساعده الفلسطينيين؟ مين النادي الوحيد اللي الفلسطينيين كلهم مجمعين عليه؟ ما عدا هتلاقي حبه صغيرين بيشجعوا المختلط هناك. وبالتالي يعني نفس الامراض المستعصيه اللي موجوده عندهم. يقول لك 6 بطولات و6 بطولات. الفار طب في وجود الفار، في عدم وجود الفار يا ابني انت لعبت افريقيا، انت لاعب افريقيا بدالي بسبب الظلم التحكيمي، انت لعبت افريقيا مكاني بسبب الظلم التحكيمي. انت اصلا لولا انك الاهلي اتظلم قدام ماتابيلا في 94 ما كنتش انت لعبت يا حبيبي في بطوله افريقيا في التسعينات وخدت البطوله 3 مرات على حسابي. فالتحكيم مين اللي انت بتتكلم عليه؟ اهم حاجه ان كل الناس بجد في الوطن العربي شافت انت ايه وانا ايه. آه قبل ما اختم الفيديو ده، هو يعني مش عايز اتكلم كتير لان خلاص الفيديوهات الجايه هتبقى كلها على منتخب مصر. بقى نركز مع المنتخب ونسيب الجنان بتاعهم والامراض بتاعتهم. واذا كانوا بيقولوا علينا احنا جمهور البيب بيب، فهم جمهور الواء واء طول عمرهم. واء حتى في عز فرحته مش قادر ينسى الاهلي. حتى في عز فرحته هو كل هدفه انه يهين الاهلي ويشتم الاهلي ويستفز الاهلي، يا اما ريتش صفحاتهم وقنواتهم، يا اما عشان يطلع الامراض النفسيه اللي جواه وبيصدق كل كلمه بتتقال لهم. وبالتالي لازم نفكر الاعلام المصري اللي ما بيتكلمش بقائمه القرف. هاني شكري اللي بيقول لك الاهلي حاله تدهور وهو عنده 18 قضيه وقف قيد الحرامي جوه، واللي شتم الاهلي والقال الاهلاويه دول ولاد احبه،
وهو موجود في المحكمه الاقتصاديه دلوقتي، طبعا لو اتحاسب يعني. طارق السيد اللي قال مش عايز اشوف وش اهلك تاني، واللي قال سارقين مننا الشعارات وسارقين مننا الاهلي بمن حضر والزمالك اصلا بمن حضر. عمرو الجنايني، عمرو الجنايني اللي كفرنا، عمرو الجنايني اللي قال لك تتقطع ايدي لو جرست نادي الزمالك. ها، عمرو الجنايني اللي قال لك اتوبيس البهايم وصل مع آه، مع ابن مرتضى منصور، امير مرتضى منصور. حسين لبيب اللي قال جمهور العوام والسوقه وانصاف المسؤولين في الجريده الرسميه لنادي الزمالك. احمد سليمان اللي قاعد يقول لك جمهور الزمالك احسن جمهور و... واسمه ايه ده، وجمهور شبه الملائكه. مدحت عبد الهادي اللي اهلك ام الاهلي. ومين 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 هنتكلم عليه. وعلى راس القائمه طبعا الاستاذ مرتضى منصور، الاستاذ مرتضى منصور اللي جمهور الزمالك راح يحتفل بيه بالفوز بالدوري عند بيته، وقالوا اهو رئيس النادي اهو جمهور الزمالك. اللي بعد ماتش الزمالك الاخير في ناس صورت بعد ما جمهور الزمالك شافوا 2 3 لابسين تيشيرت الاهلي، قعدوا مش هقول يتحرشوا، قعدوا يتنمروا عليهم، وكان ناقص يضربوهم لولا ان الناس خرجت من القهوه وفكت الاشتباك. البلد هتروح لفين؟ الجيل الجديد ده غير الجيل القديم، غير جيلنا. البلد هتروح لفين؟ الاعلام اللي بيعمله انك بتحارب الناجح وبتلمع الفاشل. الزمالك الفريق اللي اخذ الدوري في اي مكان في العالم، المفروض يعني على الاقل 5 6 منه في المنتخب، مفيش منه الا 3 يا باشا، مفيش منه الا 3، وغالبا هيقعدوا احتياطي يعني، فاهم؟ انما الاهلي اللي كل قوامه في المنتخب، هتقول لي ايه؟ طلع الثالث. الاهلي كان مستواه وحش، الاهلي كان عنده اخطاء اداريه، لكن فوق الاخطاء الاداريه في افتراء ان يتقال لك فريق ملياري وهو الفريق الملياري. في حرب عليك، في حرب على الخطيب، في حرب على رموزك. انت في ناس اتمسحت باستيكه من تاريخك ما بتتقالش اسمها اعلاميا، زي محمد ابو تريكه. محمد ابو تريكه ده واحد شبه مصطفى الفخراني، ده لسه كنت بجادل معاه على الفيسبوك، يقول لك ان الخطيب زيه زي حسام باولو. هي دي فكرتهم، هي دي نظرتهم، بيصدقوا اي حاجه بتتقال لهم لانهم مرضى نفسيين، مرضى بكراهيه الاهلي. وزي ما قال نجيب المستكاوي الله يرحمه، الاهلي والزمالك 2 بيسابقوا بعض، الاهلي على طول باصص لنهايه السبق فمتقدم، والزملكاوي باصص للاهلي عشان كده بيفضل دايما وراه. هنخش على المنتخبات قريب، اعمل لايك وشير وسيب كومنت وغز الجرس، غز الجرس، وسلام.